فرحت جدا، يعني بقت السيناريوهات واضحة جدا قدامي. تشتغل وتجتهد تبقى زي فلان، تنام وتتكاسل تبقى زي فلان. فالحياة الحلوة اللي أنا عايشها دي بسبب السعي وكرم ربنا. فبدأت أحب السعي جدا، وبدأت أقرأ عنه، وبدأت أحس إن فعلا إن العمل عبادة، وإن ما ينفعش أهزر وأنا في عبادة، وما ينفعش أضلل الناس، وما ينفعش أقول معلومة غلط. رمضان كان قرب يخلص، كان بقيله حوالي 10 أيام، وأنا كنت محتاج رمضان مصر جدا. وكده كده كان لازم أخرج برا الصين، فمصاريف بمصاريف أرجع مصر وأشوف أهلي وأشوف ناسي وأسلم على الناس، وبعدين أرجع تاني على الصين. في الفترة دي اتعمل تعديل على البطايق الاستيرادية، كان بيتحط 50,000 جنيه تأمين في البنك، والسجل التجاري بيتعدل بترفع قيمة رأس المال ل500,000. فأنا كان عندي بطاقة استيرادية، البطاقة كانت محظورة بسبب الحلل الستانلس. قلت بالمرة لما انزل مصر احل مشكلة البطاقة واوفق الاوضاع، بحيث لو جالي عميل ما عندوش بطاقة يستخدم البطاقة بتاعتي وبرضو اخد منه عمولة. نزلت مصر برضو بقيت احس بنفس الاحساس الجميل اللي انا مش بحسه غير في مصر. احساس ان قلبي اطمن وسط الاهل ووسط الاحباب. ايه ده؟ هو انا بقيت احبها تاني ولا ايه؟ معرفش، بس كنت ببقى مبسوط. خلص رمضان، سافرت على القاهرة علشان احل مشكلة البطاقة الاستيرادية. اول حاجة رحت على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في معروف اللي في رمسيس. قالوا لي لأ، ده المشكلة بتاعتك في التجارة والصناعة في المطار. اخدت تاكسي ورحت على المطار. رحت المطار قالوا لي لا، ده انت المشكلة بتاعتك مش هنا، المشكلة بتاعتك في اسكندرية. اخدت قطر ورحت رايح على اسكندرية. عملنا تصريح ودخلنا المينا. يا جماعة انا عندي كان رسالة بالرقم دوا، عاوزين نشوف الحل بتاع المشكلة ده. هي قال لي لا، ان انت المشكلة بتاعتك مش في مينا اسكندرية، المشكلة في الاغذية في مينا الدخيلة. رحت مينا الدخيلة، انتظرنا الموظف، كان اجازة كام يوم. جه الموظف قال لي لا، انت ايه اللي جابك هنا؟ ده انت المشكلة بتاعتك في التجارة والصناعة. رحت منفض، قلت انا مش هحل ولا هعمل اي حاجة. وانا في مصر الراجل اللي معايا في السكن في الصين ما دفعش الايجار. الست راحت ممشية من السكن وراح عليا العربون، والحاجات بتاعتي كانت متجمعة في شنطة. الشنطة كانت مع الراجل ده. قبل ما ارجع الصين كان في واحد صاحبي قال لي يا احمد انا عايز اسافر معاك الصين، اروح اشوف الدنيا ايه هناك. قلت له يا عم ماشي، مفيش مشاكل، تعالى. طلعت له تأشيرة، وانا كده كده كانت التأشيرة بتاعتي جاهزة لانها كانت لمدة سنة. وسافرنا مع بعض، رحنا على الصين. وصلت الصين، دخلت المطار، حطيت الخط الصيني، لقيت رسالة جالي 52,000 يوان، يعني حوالي 350,000 جنيه. ده كان شغل دعاية عملته وانا في مصر، ما كنتش منتظر منه مقابل، ولو مقابل ما كنتش انتظر منه مقابل كبير. يعني فرحت جدا، يعني ما كنت دايما اقول يعني انا مستحيل باجتهادي هوصل للارقام ده هي خالص. حتى لدرجة ان انا وانا في مصر كنت قاعد في كافيتيريا وركبت تاكسي، ف انا مش مصدق يعني الارقام اللي انا بوصل لها دي. فعليا انا ما كنتش مصدق. فبقول لسواق التاكسي، كنت قاعد مع واحد بيقول لي انه بيكسب 100,000 جنيه في الشهر، فقال لي يا عمي ده تلاقيه ابن كذا كذا نصاب. فبقول له نصاب؟ قال لا يا باشا ده نصاب وما تقعدش معاه تاني. انا كنت في الفترة ده هي بقعد مع ناس حرفيا بيكسبوا بالمليون جنيه بمكالمة او برسالة بيبعتوها. طبعا مجهود وثمرة علاقات كبيرة والفترة طويلة، ولكن حرفيا هو ممكن بيكسب بمكالمة مليون جنيه، وده بسيط خالص يعني. فبدأت أحس إن وأنا في الصين أنا في المكان الصح، وإن قعدتي واختلاطي برجال الأعمال هيوسع مداركي ويخليني أشوف عالم
انا ما كنتش احلم ان انا اشوفه وانا في الصعيد.